ازيكم يا شباب؟ معاكم علي جيمنج. فيديو جديد وفيديو النهارده لعبة فيفا موبايل. وفيديو النهارده يا شباب هنفتح باكجات حدث دوري الابطال وحدث الدوري الانجليزي وحدث المجتمع، وممكن نعمل مقايضات ونبيع لعيبه. ففيديو النهارده فيديو نار. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تصلي على النبي وتدعمنا بلايك وكومنت وتشترك في القناه عشان مش يفوتك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. وبسم الله نبتدي بباكجات المجتمع اللي هو كوميونتي. وانا محوش في الباكج ده 5 فتحات، فان شاء الله يجي لنا لاعب مراتا 109 او حتى الفيفا بوينت. طبعا يا شباب في لقطات انا مصورها قبل التصوير، في لقطات انا بصورها دلوقتي، وفي لقطات انا مصورها قبل التصوير، فممكن تلاحظوا الكلام مختلف عن الكلام ده. وادي حزمة توتس، يا دي هنا معززة المهارة، وهنا عنصر التصنيف مش راضي يجيلي اللاعب، وهنا 200,000. طبعا الحظ لغاية دلوقتي حظي معفن، ويعني متعود على الحظ اللي معفن فعادي. حزمة توتس يا رب، تاني معزز مهارة. ما عادش غير فتحتين. طبعا كل لعبة دي انا هتجيلي، بس انا عايزها تجيلي الوقت يعني في الفيديو. واخر فتحة او اللي قبل الاخيرة مراتا، لا لاعب 103. حرام، حظ شين قوي. 2 مليون ونص على الفاضي ما بنباعش. ودي اخر فتحة. نروح على طول على دوري الاي بي ال ونروح نستلم تريبير ال110. تريبير ال110 نستلمه ب400. وبص على الوكاوت بقى، يا لو وكاوت هتبقى حلو. وكاوت يلا حلو. هلاعب 110 لازم بوكاوت. انجلترا، ار بي، نيوكاسل يونايتد. تريبير ال110 اللي سنه 33 سنة، كبير في السن بس حلو، سعره 60 مليون. ونستلم مش عارف هيكفي ولا لا. باين لا، احنا نضمن الاول لاعب 106. نضمن من اول لاعب 103 نروح على لاعب 103، وان شاء الله يجينا على الاقل لاعب 110. مش طماع عن لاعب 110 على الاقل. يلا نستنى اللمعة التانية. يلا دي الأولى، إن شاء الله يجينا لاعب، إن شاء الله يجينا لاعب. يلا اللمعة التانية، اللمعة التانية، وافتح وإن شاء الله يجينا وكاوت. وكاوت والله. يلا مصري برازيلي. طب برازيلي مين يا أخي؟ والله جابريال مارتينيلي 109 ال 109. جابريال مارتينيلي والله حلو، والله حلو. 45 مليون وبنبيع باين. لا ما بنباعش. بس والله لو كان برازيل دريجو كان حلو. يلا نروح هنا على الباكج ال104، وان شاء الله وكاوت. نستنى اللمعة التانية برضه. دي اللمعة الأولى، حزمة توتس 104. يلا اللمعة التانية، تيم اوف ذا سيزون، ونخش على طول. وكاوت، لا حرام مش وكاوت. لاعب 105، حرام والله. ونروح على اللاعب ال106 المضمون. هي كده دي ضامنينها ان هي لاعب 106 يعني، مش اكيد يعني مش تبقى 107. لاعب 106. طب حتى كنت تجيبيه بن 70، ايه اللاعب ده؟ ونستلم هنا اخر لاعب في الاسبوع ده، ميتوما ال108 ال ام. حزمة توتس، تيم اوف ذا سيزون، ووكاوت ياباني ال ام. البيون دي ولا مش عارف اسمها ايه. ميتوما ال108. ونروح على تصريح صلاح. ونروح على مسار المكافأة، وزي ما انتوا شايفين محوش 1000 نقطة. طبعا في منكم الوقت هيقول لي انت ازاي ما فتحتش وازاي ما جبتش لامبرد. طبعا يا شباب انا في الايميل الاساسي جبته، بس ده الايميل الاحتياطي اللي بعمل عليه الفيديوهات. لسه ما جبتش لامبرد ال110. فنروح على طول على اول فتحة، لاعب زائد 100. زائد 100 مسار مكافأة يو سي ال. طبعا مستحيل يبقى وكاوت، لاعب عادي زائد 100. نروح على المسار التاني. احنا ممكن هنا نمشي على 4 لعيبة، رودريجو، راموس، ألابا، واسمه أكانجي. ممكن نقف عن أكانجي النهاردة، بس أنا متأكد يعني إن احنا ممكن نعدي لغاية برناردو لو واحد كده. وهنا لاعب 102 حارس. ممكن كل لعبة دي أنا أحطها في مقايضة بعد الفيديو. كل اللعيبة هنا 200,000. ماشي حلو. هنا لاعب 103 102. 102 هتلي 104 102 بالظبط يعني. انا عارف حظي 102 102 106 106. حتى اللاعب ال106 بالظبط يجي لي 106. مش عارف حظي ماله كده. هنا اللاعب 103. طب هاتيلي مزروع، وحياة امك مش جابت لي. طب ماشي، نروح على 60 عملة هنا تاني. هنا ما عادش في لعيبة اظن، صح؟ ما عادش في لعيبة. 60 عملة، لا 300,000. وهنا 60. هنا نقطة و60 والله ادتني عملة زيادة. ماشي احنا كده ضمننا رودريجو.
نرجع تاني نضمن من الاول. كده مش مشكلة، كل لعبة لها هجيبها تاني. اهم حاجة الوقت ناخد رودريجو ال107، هي وقوة برازيلي RW ريال مدريد رودريجو ال107. طبعا ريال مدريد لو صعدت هيتطور فحلو. وهنا نستلم راموس برضو ال107 اللي برضو ممكن احط الاتنين في مقايضات. راموس اسباني CB باريس سان جيرمان، سيرجيو راموس افضل دفاع في تاريخ ريال مدريد. حلو. وطبعا هنا انا والله افتكرت ان احنا هنا نختم، بس لا انا حسبت اللي هي في نص النهائي. نص النهائي عايزة 30، اما في مسار المكافأة عايزة 60، فحسبت مسار المكافأة غلط. ونيجي على مقايضة اللاعب ال103، هنا لا مش هينفع، ناقص لنا لاعب وطبعا ما جبناهوش. طب نروح على مقايضة اللاعب ال106، المفروض 106 معانا صح، 1 2 3 4 5 6 ولا هده، ويجي لنا لاعب 106 المفروض. يلا ان شاء الله وكاوت، ان شاء الله وكاوت، ان شاء الله وكاوت، ان شاء الله وكاوت. وهي وكاوت فعلا، وكاوت كفارة سيخيليا، كفارة سيخيليا، بس 106 بالظبط مش هستفاد منه. نرجع تاني، طبعا كده اللاعب 106 خلاص مش موجود. نروح على مقايضة اللاعب ال108، ادي 1 2 3 4 5 6. مش عارف هل احط كفارة ولا لا، بس نحط كفارة مش مشكلة. هنا اكانجي نسختين، ده لاعب من الانتر المفروض هيتطور بس مش مشكلة. سيرجيو راموس ده مش عارف اسمه ايه ده، وكفارة سيخيليا على امل. لا ده لا، ده انا هضطر احط رودريجو كمان، بس لا هنشتري 2 ميسن ماونت. يعني نروح على السوق بسرعة كده، نروح على السوق ونروح نشتري 2 ميسن ماونت، هما الاتنين رخاص. ونضيف ادي 2 ميسن ماونت، 2 اكانجي وريبك كفارة وسيرجيو راموس. ونقول على امل ان يطلع لنا، مش عايز الايكون، انا عايز بس يا اما كورتوا يا اما مودريتش، على امل ان يطلع لنا لاعب منهم. يلا بسرعة والنبي، وحياة امك يا لعبة، وحياة امك طلعي لاعب من الريال او لاعب من السيتي او حتى لاعب من الانتر، انا موافق. بس يلا الماني، دمرت احلام اللعبة. بروسيا دورتموند طبعا مش موجودة في الابطال. سولي ب7 مليون، وكده رسميا انا خسرت، ما استفدتش اي حاجة من اللعبة. وهنا ال109 عايز 3، 108 سولي طبعا مستحيل. ونروح على مقايضة اللاعب ال106 بحارس التوتس، نروح جايبين كده 6 لعيبة منهم، ونروح على مقايضة لاعب 106، وان شاء الله يطلع لنا فوق 106، مش 106 بالظبط، عشان خلاص عرفت حظي والله لاعب 106 بالظبط. انا مش عارف حظي ماله كشين كده ليه. وهنا عايز كمان لاعبين 106، فمش عارف اعمل مقايضة. طب اللاعب ال108 هل ينفع؟ برضو لا، مش عارف اعمل حظي كده. ودي مقايضة اللاعب ال111 في حارس التوتس. طبعا انا الوقت جبت اتريبير. المقايضة دي ممكن اعملها مرتين، ان هينزل 5 دوريات زي ما انتم عارفين، يعني 5 لعيبة 110. الحدث ده اللاعب المقايضة ال111 عايزة لاعبين 110، انت هتاخد 5 لعيبة 110 في 5 دوريات، فهتقدر تضيفهم. انا هنا تريبير، هيجي لك كمان لاعب بكرة الدوري الجديد هينزل، فهينزل لاعب 110 جديد. اول لما استلمه هضيفه على طول، وان شاء الله يجي لي خلط. طبعا انا يعني اكيد هبيعه، ده سعره 71 مليون، يعني اكيد هبيعه واستفاد منه. ونرجع تاني نعمل مقايضة اللاعب ال108. اشتريت ميسون ماون تاني 7 نسخ منه، ونضيف رودريجو ال107، مش مشكلة مش خسارة، بس ان شاء الله يجينا لاعب حلو. انا زهقت خلاص، يعني المرة الاولانية يجي لي سول، المرة التانية هيجي لي مين؟ الماني التاني جنابري ولا ساديو ماني؟ ما يطلع برا المانيا خالص، هات لي يعني اي حد من السيتي او الريال، هات لي كورتوا او مودريتش، على امل يعني ان الريال هتكسب. طبعا الفيديو ده قبل الماتش بس هينزل بعديه. ماشي وكاوت اكيد يعني الماني تاني، جنابري. يا عم حسن الحظ ده، انا مش عارف الحظ فين كده ليه جنابري. طب هعمل بجنابري ايه طيب؟ وار ام كمان، يعني مركز مستحيل العب بيه في التشكيله. 7 مليون ونص، والله لا بيعك، خش على السوق، روح على لاعبه فريقي، يلا روح على جنابري، بيع، اعمل له بقى على طول. لا شراء ايه، 7 مليون 400 الف، يعني سعره كمان في الارض، مش ولا هيفيدني في حاجه.
بيع يا عم بسرعة في 60 ده يا جنابري، مش عايزك تاني. وزي ما انتوا شايفين قفلت ال2000 جوهرة، ونفتح باكجين من لاعب ال105 بتاعت ال750 عشان نعمل مهمة مايكل اوين. طبعا مايكل اوين اجالي مرتين، اجالي من الباكجات مرة وبعته ب11 مليون، والمرة التانية هيجيلي من المهام. دي اول فتحة ان شاء الله. وكاوت وكاوت والله، وكاوت 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 وكاوت. لا مش من المتأقلم بس حلو، من التوتي. ارجنتيني سي ام انزو فرنانديز من تشيلسي. هو يعني لاعب حلو بس سعره كام؟ سعره هيبقى 400 ألف. سعره في الأرض، مستحيل يفيدني. نفتح كمان فتحة وآخر فتحة وكده. مايكل أوين خلاص جالي. انكر الفتح إن شاء الله. وكاوت مش وكاوت، ولاعب 105 بس مش هيفيدني برضه. ميد قصيمة UCL بس والله لاعب 105 ده مش هيفيدني خالص. نروح على طول استرداد 100 ألف قطعة، ونروح نسترد مايكل أوين 109 من مهام المتأقلمين. انجليزي RW ليفربول، ثالث اسطورة لليفربول بعد صلاح وجيرارد. مايكل اوين 109 ب30 مليون بس طبعا مش بنباع. ونروح نحطه في التشكيلة بسرعة. نعمل عمل تلقائي، والتشكيلة 115 ازاي؟ ماشي كده 116. كده 116 زي ما انتم شايفين التشكيلة بقت 116. وكده مايكل اوين هيلعب ضربات الجزاء. وبس يا شباب، ده يكون كل فيديو النهارده. ما تنساش تصلي على النبي وتدعموا اللايك وكومنت وتشترك في القناه عشان يشوفوك كل جديد. والسلام عليكم، نشوفكم الفيديو الجاي.